تعدوا لي بنتي وتعدوا لي على حياتي. طالب باعاده تشريح لبنتي شيماء، كيقولوا لي مقتوله من ظهر، انا كنقول لهم مقتوله. انا كنتمنى من الله ياخذ لي حق بنتي منهم، اللي هو دار يديه في ذاك الدوسي ديال بنتي. انا لا ما سمحت لي في الدنيا ولا في الاخره. علاش عدو 3 سنين ونص ديال داعش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كيف كتشوفوا هاد السيدة هذه؟ فهي خرجات كتكلم على القضية ديال بنتها واللي قيل انها يعني انتحرات في السطح، كانت كتنشر الحوايج. بنتي كانت صبنت هذيك النهار وكانت كتنشر، حتى كنلقى الحوايج مليوحين في الارض، وكنلقى بنيتي مسكينه معلقه. قالوا بانها انتحرت وتسد الملف على هذا الاساس هذا، ولكن شنو غادي يوقع؟ الام غادي تفجر واحد الحقيقه. قالت لك جات وكتطلب باش دار الخبره على الرقم يعني الهاتفي ديال بنتها باش يعرفوا مع من تكلمات واشنو وقع بالضبط في ذاك النهار ولا قبل منه. علاش؟ لان الام كانت عندها قناعه وكانت شاكه بان بنتها ما يمكنش ليها تنتحر، وانما كاينه شي حاجه في الموضوع. درت الخبره التليفون المره الاولى اختي، ودرت لي الخبره الثانيه والثالثه. ديال الرباط كنشكرهم جزيل الشكر، الله يجعل ربي يعطيهم ما تمناو. وقفوا معايا وحلوا التليفون وداروا الخبره التليفون ولقاوه نفس النهار اللي بنتي ماتت فيه كان كيهدد فيها. هذا اللي مشدود دابا. اذا فمن بعد غادي يلقاو في المكالمه ديالها عبر الواتساب ورسائل يعني عبر الواتساب، غادي يلقاو تهديدات من شكون؟ تهديدات من واحد الشاب كان هو والاخ ديالو تيهضروا معاها وتيتعاملوا معاها ان احنا نفس الموبل ولا السانديك كان باش كيهضر مع بنتي. كيفاش تيقول لي هذاك الشاب طلعي للسطح بغيت نهضر معاك، هي تتقول لي انا راني ما نقدرش، راه والديا ما يخليونيش، دونك هو هددها. فبالتالي الام تتقول لك انا منين طلعت بنتي طلعت يعني تنشر الحوايج، منين طلعت نشوف، قالت لك لقيت عليها اثار ديال العنف، ومنين سولت قالوا لي راه غير الشمس هذيك. قالت لك ولكن انايا راني لقيت عليها الاثار ديال العنف، بمعنى ان البنت ديالها شي حد اللي هو ضربها وشي حد اللي هو قتلها، ولكن ما انتحرتش. قال لها طلعي عندي السطح دابا بغيت نهضر معاك، ولا هو عندي الكرا. قالت لي تقول لي ما تخلينيش ماما وبابا ما تخلينيش نمشي للطريق. قالت لك بنتي ما يمكنش تنتحر، وهادو اللي داروا هاد الفعله هادي كيخصهم يتحاسبوا على هاد الشيء هذا. تم الحكم على هذاك الشاب، ولكن الحكم لم يشفي غليل السيده، بحيث كتكلم على هاد الحكم هذا والصحفيه كتقول لها لا نناقش الاحكام. علاش عدو 3 سنين ونص ديال داعش؟ ما ناقشوش الاحكام حنا. ولكن اللي هي تكوات في يعني الكبده ديالها، فراه ما كتبقاش تفكر العواقب. كيبان ليها بان داك السيد راه قتل بنتها، خاصو يعني خاصو المؤبد، خاصو الاعدام الى اخره. ولكن الاخطر من هذا كله وهي قضيه التشريح. يعني المفروض انها دار تشريح على الجثه قبل ما تدفن. قالت لك هي دوك الناس اللي هما صحاب اولادهم صحاب الفعله، قالت لك دايرين بيا وانا كنقول راهم صحابي وعزيزه عليهم والى اخره. قالت لك وتيجريو معايا وباغيني ندفن البنت باسرع وقت ممكن. قالت لك وداك الشيء اللي كان دفناها بواحد السرعه. هما ودايرين بنتي كيجروا معايا ويصيبوا في الورق دغيا ويوجدوا الورق دغيا يدفنوا لي بنتي. يعني كيف ما قلت لكم الغريب في الامر، هي كتقول الام بانه النتيجه ديال التشريح اللي تعطاتها لا تنطبق على البنت ديالها. قالت لك كيقولوا بان البنت شقراء ولونها ابيض، الوغ كو قالت لك انا يا بنتي ماشي شقراء وماشي لونها ابيض، يعني المواصفات اللي عطاو في داك التشريح ما كتنطبقش على بنتي. تيقولوا بانها ما فيها لا وشم لا علامه لا والو، الوغ كو بنتي قالت لك عندها واحد العلامه. التشريح ديال جوتها كيقول لك ما عندها اغتصاب، ما عندها عنف، ما عندها حمل، ما عندها والو. واش دار تشريح ولا دار غير الخبره؟ التشريح اللي دار على بنتي ماشي هو هذاك. الوصفات كلشي اللي كاين في هذاك التشريح ما هوش ديال بنتي. ديري لها شعرها اسود، هي ما شعرهاش اسود، شعرها عسلي. راه كلشي الجيران كلشي تسولي في المدرسه كيفاش داير شعرها. بنتي لونها خمريه ماشي بيضه، دايرينها شقراء. وقال لك ما عندها لا تحيمه لا وشام لا حتى شي حاجه. بنتي عندها تحيمه
قداش هي عندها حمايه هنايا باش ينفوا داك الشيء كلشي، ديك الادله اللي كانت عند بنتي كلشي ينفيوها ويغطي وكلشي داكشي، ما كاين حتى شي حاجه. ما يمكنش تمشي ليا بنتي بحال هكاك، انا ما يمكنش. لذلك فهاد الام المسكينه فهي كطالب باش تجري واحد التحقيق اللي يكون معمق، لان هي شاكه بانه داك الشاب هو اللي صفاها لبنتها. لذلك فبغات الامور تكون واضحه باش يعني الغليل ديالها يشفى من هاد القضيه هذه، نفهموها. راه ما يمكنش لواحد السيده اللي هي شافت بنتها في واحد الحاله وتقول لك انتحرت، اذا ف مسكينه راه غتلقاها يوميا تتعيش على كوابيس، ويوميا تتشوف داك الصوره ديال البنت ديالها قدامها، فما يمكن ليهاش تنساها. اذا باش غادي تبرد على الاقل شيئا ما، اذا فكيخص اللي دار الذنب يستاهل العقوبه، خاص اللي ارتكب الجريمه في بنتها كيخصو يعني العقوبه. وبما انه بان انه كاين تهديد عبر الواتساب، اذا كاينه شي حاجه تما فين كيخصو التحقيق يزيد يتعمق. والسيده كتقول لك انايا المحامي استانف، ولكن منين جيت ما لقيتوش. يعني هنا تساؤل. انا كنت نهار 16 هنايا في المحكمه باش نشوف السيناف واش خرج، كنلقى السيناف خرج، كنصوني المحامي ديالي ما كيجاوبنيش لا على مكالمات لا على واتساب لا حتى شي حاجه. صافي قلت انا يعني واخا ما جاوبنيش راه غيكون اليوم لا انت ما عندكش لادريس ما تمشيش عنده؟ مشيت للبيرو، الادريسه اللي كاينه عندي لقيتهم حيدها من البيرو. اليوم شنو وقع في الجلسه؟ اليوم كانت عندنا جلسه اجلال حيت ما كاينش محامي. علاش المحامي ما غيجيش؟ اذا هذه غريبه. واش هاد المحامي هذا تكلم معاه الطرف الاخر او لا، كان مريض او لا؟ لانه المفروض ان المحامي هو اللي يستانف، عارف التاريخ. اذا فلا كان مريض لا كان عنده شي عذر فكيحطوا للمحكمه قبل، باش مني كيجي يعني الشخص المعني بالامر واللي هو الدفاع ديالو فكيعرف اشنو كاين وكيقدروا يعلموه. يعني كيعرف اشنو كاين. ماشي السيده قالت لك انايا ما عرفتش المحامي تمشي عنده ما تلقاش تنعيط ليه ما كيجاوبش. اذا كيف يعقل؟ هو يستنف لي الحكم ولكن هو ما كاينش، ما كيجاوبش على مكالمات، ما قال لي راه كاين استئناف، ما قال لي حتى شي حاجه. كنجي اليوم كنقول واخا ما يجاوبنيش يقدر يكون في استئناف ولا شي حاجه، ما كاين. صافي قلت اضطريت ان ناخذ محامي واحد اخر. تاجلات امتى تاجلات نهار 24 في شهر 6. كيف يعقل؟ هنا علامه استفهام كبيره، لانه ما نسبقوش الاحداث. ولكن مع هذا الشيء اللي كاين دابا وهذا الشيء ديال القلش وهذا شراء الماسترات وحصلوا على وظيفه بهاد الدبلومات هذه، راه كل شيء ولينا كنشكو فيه. كذلك كاين محامون اللي هما تيتشراو طرف الاخر يشري لك المحامي اللي عندك وسير انت بقى تجري. اذا تنتمناو انه ما يكونش هذا الشيء هذا اللي واقع. عذرونا ولينا كنشكو في كل شيء، علما انه كاين الناس اللي هما نزهاء تيخدموا هذا البلد هذا بنزاهه وبشرف. كاين محامون نزهاء، كاين قضاة نزهاء، بحال الشيء اللي وقع في فاس مع الخصم ما ننساوش. كاين محامون الله يعمرها دار نزهاء كيديو فليساتهم ديال الحلال فقط ويدافعوا عليك باستماته، ولو تكلف الامر ما تكلف. اذا فكنتمناو ان هاد المراه هذه يعني يتحل المشكل ديالها. شنو رايكم نتوما؟ العلاقه اختي ديالهم ان نفس الموبل ولا السانديك كان باش كيهضر مع بنتي كيفاش وقع هذه الواقعه. مرت باه كان عندها العرس ديال بنتها في خميسات، قالت لي والو تجي لذاك العرس. قال لي راجلي ما تمشيش لذاك العرس. قلت انا والو غنمشي لذاك العرس ندي بنتي. قلت لي عافاك خلينا نمشيو. هما خارجين مشاو هما الاربعاء في العشيه. قلت لي قلت لها عرفتي تجي انا غنلحق لك. قلت لبنتي خذي النمره ديال ولدها باش ملي نوصل تما نعيطوا لي باش يجي يدينا. هذه هي البدايه ديال هذيك هي البدايه. كيهضر معاها قدامي وداكشي كنقول صافي راه بحال خويا، يعني انا ما نويش فيهم شحال غيهضروني بحال هكا. صافي خليتها بحال هكا. ولاو كيهضروا معاها بجوج في التليفون. كنقول صافي ماشي مشكله بحال خوها ولادها هما غادي يدوز واحد الوقيته ويمشيو. تصوري هما كانوا غاديين نهار 30 في شهر 7 اضطروا بقاو حتى الاخر ديال شهر 8. والاب ديالهم كيقول للناس
ديال الدرب كلهم تقول لهم راه ولادي شادين لهم لاكارطات. شكون كان داكلارا بهم باش شدوا لهم لاكارطات؟ كان ديكلارا بهم حتى واحد. يعني هما تسالوا صايبوا شغالهم عاد مشاو في حالتهم، ولكن انا راه ما سمحت لهم حتى لغدا قدام الله. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.